ضربة أرضية، ضربة جوية، المهم تأتي الأهلاوية. هكذا يتمنى الربان الإسباني جريدو، ولكن مقاتل ستيف، رجال ستيف، لاعب ستيف، إصرار ستيف، العالية ستيف يقاتلون على كرة. آخر كرة وصعبة جدا، توزيعها وصلت، كرة مشات، كرة جات، والحارس والتعادل، التعادل عودها. مش ممكن قتلونا، مش ممكن. الله الله يا الأهلي الله، مش معقولين، مش معقولين بالمرة. عماد متعب عودها في الدقيقة 94 ضد الصفاقسي، ضد سيوي سبورت، ضد وفاق ستيف. مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة كوس مثل النادي الاهلي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل. ونذكركم بهدف ايضا ضد فريق قدير في كاس الكاف اللي ترشح لها الاهلي بهدف دقيقة 94. مش معقولين، مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. لا يستسلمون، يلعبون لاخر اللحظات. ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا انفسهم، ولذلك دائما يفوزون. مش ممكن، مش ممكن. 10 ثواني ما زالت، 10 ثواني ما زالت. المتعب العمدة بشارة القائد يقود الاهلي لاغلى اهدافه في السوبر. اي هدف هو الاغلى، اي هدف هو الاشرس على الخصوم، اي هدف هو يتصف بانه قاتل. هدف اخر في الدقيقة 94. مش ممكن، مش ممكن. سنوات تمر، سنوات تتكرر. بالحق الان اعتقد اكثر في روح الفانيلا الحمراء، في بركات القميص الاحمر يا الاهلي، في اسطورة اسمه النادي الاهلي. سيناريو غير مرتقب بالمرة هشام، غير منتظر حتى من جمهور الاهلي. يقول لك لا، ليس كل مرة تسلم الجرة، لكن كسروا الجرة بهدف التعادل عن طريق العمدة. تفضل هشام.